ينفذ عن أمامية في منطقة الجزاء، والكرة أيضا ما زالت والمحاولة قائمة لمصلحة النادي الفيصلي. هنا أيضا وسط الزحام بتتخلص هذه الكرة في هذه اللقطة، بعد ذلك بتعود للوراء، ترسل أمامية عن طريق اللاعب وائل عيان أو صاحب العبد الله، ومن أرسل الكرة هذا هو كروستوف. هنا لدينا المحاولة من جديد. حقيقة نادي الفيصلي الذي تمكن من الوصول إلى أو الحصول على بطولة دوري الدرجة الأولى السعودية في عام 2010، الوصافة في 2006، الدرجة الثانية أيضا البطل في 2003، بطولة المملكة الأندية الدرجة الثانية أبطال المناطق في عام 90، كأس الأمير فيصل بن فهد الأندية الدرجة الأولى في 2006، وأيضا هناك بطولات على مستوى الشباب وعلى مستوى أيضا رياضة كرة الطائرة والتنس وغيرها من الرياضات الأخرى. هنا محاولة بتصل من جديد، لكنها بعد ذلك بتتخلص، وصلت للمدافع عبد الله ومحمد سالم يلعب له كرة أمامية، تفويته رائعة للكرة الماضية، ثم تعود من جديد. واصل الكرة عن طريق ناصر السعيري، ينقل كرة أمامية، الدقيقة 17 والنتيجة ما زالت 0-0. هنا انطلاقة، عوض يحاول في الكرة ولكن أقرب الكرة الماضية لحارس المرمى الذي تألق في الكرة، الحارس عويضة العامري. عويضة العامري وهنا كرة بترسل أيضا، محاولة ما زالت قائمة، بعد ذلك تتخلص الأمام. هنا بتعود الكرة من جديد، محاولة مرور وعبور ناجحة عن طريق اللاعب جهاد الحسين، ثم بمرر الكرة مرة أخرى جهاد، الكرة بتصل لشكلام، فريد شكلام اللاعب الجزائري، ثم بالطول أيضا لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. هنا عائد الكرة من جديد وتسديدة، لكنها بطيئة نوعا ما لخارج أرضية الملعب. الكرة الماضية لمصلحة نادي نجران، هذا الفريق الذي تأسس في عام 1981 في 23 من يونيو، والفريق الملقب بمارد الجنوب أو العملاق الجنوبي، ورئيس السيد مصلح مسلم، وبالتالي الفريق الذي يقبع أيضا في نجران، الاسم الذي عرف قديما حقيقة. وهنا محاولة، ويعتبر ملتقى للتجار قديما، العابرون من اليمن والآخذون الطريق إلى بلاد الشام، دائما ما كانوا يمرون بنجران، نجران التي عرفت أيضا ب
سوقها المعروف بالبخور الجميلة ذات الرائحة الرائعة جدا التي تأتي من اليمن ومن جنوب عمان، وتلتقي كل القوافل القديمة هناك في نجران التي هي ليومنا هذا من المدن التي تزدهر سريعا على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية، من المناطق التي تزدهر سريعا. وهنا ايضا الكرة الماضية وجهاد الحسين وخطأ لمصلحته في اللقطة الماضية، وبالتالي لدينا علي ضاوي وتبعد الكرة الماضية. نعم، كرة نفذت بصورة رائعة عن طريق علي ضاوي، ثم تعود جهاد الحسين في الجهة اليمنى صراع على هذه الكرة. هنا ما زالت المحاولة. عائدة من جديد الكرة، ما زالت بلمها، خطيرة خطيرة، جول لكن وين؟ لخارج أرضية الملعب. الكرة الماضية لخارج أرضية الملعب، لكن أجمل ما هو بالكرة حمزة الدردور والمرور الرائع. سلامات، يبدو بأن إسماعيل العجمي ساقط على أرضية الملعب نتيجة دخول قوي أيضا من جانب اللاعب حمزة. أو حمد الرابي. كرة بتعود في منتصف الملعب، ترسل أمامية بالخطأ. الكرة الماضية عن طريق أيضا اللاعب الذي يحمل الرقم 9 بدر الخراشي. 22 دقيقة والنتيجة ما زالت سلبية. هنا محاولة أيضا بتبعد في اللقطة الماضية. ولدينا أيضا كرة في انطلاقة سليمة، حمزة الدردور حاول ولكن بعد ذلك الكرة لخارج أرضية الملعب ولركلة مرمى. الكرة الماضية، وبالتالي ترسل للأمام. الكرة الماضية، وهنا ما زالت المحاولة لكنها بعد ذلك مباشرة لخارج أرضية الملعب. هناك أيضا الأندية السعودية الحاضرة في دوري أبطال آسيا. الأهلي السعودي الذي وصل للدوحة لمواجهة نادي الغرافة، الأستاذ ثاني بن جاسم بنادي الغرافة يوم غد بحول الله تعالى. هناك الهلال السعودي الذي سيستضيف في الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد نادي العين الإماراتي، بطل الدوري الإماراتي الذي توج ببطولة الدوري الإماراتي قبل أيام. وبالنسبة لي أيضا المشاركة السعودية على مستوى دوري أبطال آسيا. الشباب أيضا السعودي سيواجه الجيش القطري، والاتفاق السعودي سيواجه بختكور الأوزبكي، بينما الجزيرة الإماراتي سيواجه تركتور سازي تبريز الإيراني، والأخوية القطري سيواجه الشباب الإماراتي
على مستوى الأندية الخليجية. الريان القطري سيواجه استقلال طيران الإيراني، والنصر الإماراتي سيواجه سبهان أصفهان الإيراني. وبالتالي كل التوفيق للأندية الخليجية والعربية في البطولة الآسيوية التي كان آخر لقب في تلك البطولة القارية الآسيوية دوري أبطال آسيا لمصلحة زعيم قطر نادي السد القطري، وهو أيضا بطل الدوري القطري والذي توج بذلك اللقب منذ أسبوعين. كرة بتعود، محاولة ما زالت قائمة مرة أخرى في منتصف الملعب لمصلحة أصحاب القمصان البيضاء في هذا اللقاء نادي نجران، وبعد ذلك الكرة مباشرة عند حارس المرمى. لدينا 26 دقيقة بتعدي، النتيجة ما زالت سلبية. كرة في منتصف الملعب، محاولة ما زالت قائمة ثم تحولت من جديد عن طريق اللاعب عمر عبد العزيز. عمر بينطلق في الجهة اليمنى، متابع مراقب محاصر. عمر يعود بالكرة مرة ثانية في منتصف الملعب لمصلحة نادي الفيصلي. الفيصلي للوراء يعيد الكرة الماضية، وصلت للنبي سوما. انبي سوما تعود له الكرة من جديد. سوما بيحضر الكرة ثم بمرر مرة أخرى باتجاه اللاعب فهد عداوي. عداوي يعود لمحمد سالم، تنقل لسوما مرة أخرى. الكرة في الجهة اليمنى للاعب أيضا لواضح أمامنا، وبانطلاقة ماضية الحديث عن اللاعب ربيع الموسى. وهنا كرة بالطول أيضا لرمية تماس، بالطول على اسماعيل العجمي إلى رمية تماس، تلعب على الطرف الأيمن باتجاه جهاد الحسين، أو هذا الخطأ لمصلحة اللاعب حمزة الدردور، اللاعب الأردني حمزة الدردور، وعلى حساب قائد الفيصلي في اللقطة الماضية اللاعب عمر عبد العزيز. حمزة علي خالد الدردور بال21 عاما، واللاعب الأردني ابن مدينة الرمثاء الجميلة، مدينة في أقصى الشمال الغربي من المملكة الأردنية الهاشمية، والمدينة ذات حقيقة جمالية كبيرة. وهنا محاولة أيضا بتبعد، والمحاولة ما زالت أيضا حاضرة في اللقطة الماضية. هنا المحاولات تتواصل، ولكن النتيجة ما زالت 0-0 لحد الآن. خطأ وعرقلة في اللقطة الماضية.